مساء الخير يا جماعة. زمان كنت بسأل نفسي هو ازاي المسيح الدجال لما ينزل آخر الزمان عشان يفتنا ان هو ربنا وعشان يثبت لك ان هو ربنا، فيقوم جاي لك ويقول لك انا هرجع لك ابوك من الموت، وفجأة تلاقي ابوك قدامك ويقول لك ايوه يا ابني هو ربنا، آمن بيه. وانت طبعا هتآمن بيه عشان حالا انت لسه شايف معجزة. انا والله مش متخيل اللي ده هيحصل ازاي، بس لما شفت اعلان محمد صلاح الجديد بقيت عارف ان احنا في خطر حقيقي. تعرف اللي شفته ده مش صلاح، والحاجة الوحيدة الحقيقية في الإعلان هي لوفرين والأكلات بس صلاح مش حقيقي. صلاح اللي قام بدوره واحد تاني خالص، خدوا وش صلاح وركبوه ولعبوا فيه بالذكاء الاصطناعي عشان يظهر لك اللي هو اللي في الإعلان. تعالى بقى لما أقولك على المرعب في كده، دلوقتي في شات اسمه شات جي بي تي، ممكن تستدعي فيه أي حد متوفي وتقعد تتكلم معاه بإنك تحط تاريخه كله على البرنامج، معلومات عنه، وتاخد بصمة صوته وتدخلها على البرنامج، وبعد كده تقعد تتكلم معاه. دلوقتي في مشروع بيحاولوا يعملوه ان هيكون لكل واحد فينا في المستقبل نسخة إلكترونية، والنسخة دي تقدر تتفاعل مع الحياة وتشتغل وتتكلم كأنها انت بالظبط، وتقدر تعمل كل حاجة بالنيابة عنك وانت نايم على سريرك. وطبعا كلنا سمعنا عن الحوادث اللي بتحصل للبنات اللي هم بياخدوا صورهم ويركبوها على جسم ناس تانية، وطبعا كلنا سمعنا اغاني عمرو دياب اللي بيغنيها عبد الحليم حافظ. كل ده هيخليك تتأكد ان احنا في عصر الدجال. الدجال ده شخص هيجيلك مش مجرد تكنولوجيا، بس كل معجزاته هتكون التكنولوجيا اللي انت شايفها. والدجال ده شخص عايش من زمان جدا، عاصر حضارات كتير قوي، اتعلم واكتسب خبرات كتير خلته يصنع تكنولوجيا ويطورها مع الازمنة المختلفة اللي هو عايش فيها. الدجال عايش ما بيننا وشايفنا، ويمكن تكون شفته قبل كده بس انت عمرك ما هتعرف. لسه ظهور العلني مقنشي، بس قرب يظهر جدا، فتوب لربنا يا معلم بقى.